شهد السوق الفلسطيني ارتفاعا على أسعار الجوافة التي نضجت مبكرا على غير عادتها هذا العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد من القطاف الأول من هذه الفاكهة إلى 43 شيكل. وغالبا ما يبدأ موسم قطاف الجوافة أواخر شهر أغسطس حتى أكتوبر، ومن المتوقع أن يشهد الموسم كثافة في الإنتاج. قلقيلية تتعرض كغيرها من المحافظات الأخرى لموجات حر شديدة، والتي وصلت إلى 40 درجة مئوية وبنسبة رطوبة بلغت 70%، فساهم في سرعة نضوجها بحسب رئيس قسم البستنة بمديرية زراعة قلقيلية محمد عودة. ويوضح عودة أن الحرارة زادت من حركة الهرمونات داخل الأشجار، ما زاد إفراز هرمون الأثيلين، وهو غاز يتكون نتيجة النشاط الحيوي في النبات الذي يساعد على تمدد خلايا الأجزاء العلوية من ورق الأشجار، وتسبب في ظهور ظاهرة ذبول الورق ما يسرع معدل التنفس وإنضاج الثمار مبكرا. ويشير إلى أن ري المزارعين المتواصل لأشجارهم ووفرة المياه وخصوبة التربة في المحافظة قد ساهمت في سرعة نضوج ثمار الجوافة، إذ تم بيع ما يقارب 200 كيلوغرام من الجوافة حتى الآن. وتوقع عودة انتهاء موسمها قبل أوانه بسبب كثافة الإنتاج في الفترات المقبلة. وتنقسم ثمرة الجوافة إلى 3 أنواع: المصرية التي تمتاز بصلابة ثمرتها ولها أشكال متعددة كالأجاصي والطويل والدائري، والنوع الثاني الغبرة وثمرتها ملساء، أما الأخير ذو الطعم الحلو والحجم الكبير المجعد فهو ما يطلق عليه بالشواطي.